حاجات هتدمر طفولتك الجزء 59. في فيلم فروزن في علاقه مرعبه محدش اخد باله منها، وهي علاقه كريستوفر مع الغزال بتاعه اللي اسمه سفين، اللي احنا لاحظناه ان هو كان قريب منه من وهو كان صغير وكان الحيوان الاليف بتاعه. ولكن الحقيقه المرعبه ان الغزاله ام سفين اتقتلت على ايد صيادين من المنطقه، واللي كانوا بيجمعوا التلج ويبيعوه، وفي الغالب هم الاجداد بتوع كريستوفر. لكن احنا ما تاكدناش من الموضوع دوت بسبب ان كريستوفر الاقزام هم اللي مربيينه، لكن الغريب ان هو بيشتغل نفس الشغلانه بتاعتهم. المرعب اكتر في الموضوع هو اللبس بتاع كريستوفر اللي غير اللبس بتاع كل الموجودين في الفيلم، واللي تحس ان هو معمول من فرو او جلد غزال. كمان اللون بتاعه قريب من اللون بتاع سفين، وده معناه ان يا اما كريستوفر زمان قتل ام سفين واخد اللحم بتاعها عشان ياكل والفرو بتاعها عشان يعمل منه لبس، او ان الصيادين اللي هم اهل كريستوفر هم اللي قتلوه اخدوا الفرو بتاعها وادوه لكريستوفر. وده بيفسر ليه سفين مرتبط قوي وبيحب انه يبقى قريب من كريستوفر. السبب في كده راجع ان اللبس اللي هو لابسه فيه الريحه بتاعت امه، ودي هي الحقيقه المحزنه.